السلام عليكم. للأسف بقالي كذا يوم عندي رفة في الجفن العين السفلي والحاجب. الرفة دي مزعجة جدا، فهقول لكم أسبابها إيه وأنا هحاول أعالجها إزاي. أولا، أسباب رفة العين هو إجهاد في عضلات الجفن، والإجهاد ده بيكون بسبب بعض الحاجات زي قلة النوم، أو ممكن الواحد ما يكونش بينام كويس دلوقتي عشان إحنا في شهر رمضان. حاجة تانية ممكن يكون بسبب التوتر أو الاسترس، ممكن يكون بسبب استخدام الموبايل كتير، وانا فعلا بستخدم الموبايل كتير. سواء في الرد على حضراتكم، في بعمل لايف، بعمل فيديوهات، بقرأ قرآن، بتفرج على اخبار، بشوف ماتشات. هحاول ان انا هقول لكم هحل الموضوع ده ازاي. الحاجة التانية هو شرب القهوة والشاي والمنبهات بصورة عامة. واخر حاجة ممكن يكون بسبب قلة شرب المية. طلب بقى الحاجات دي ازاي؟ اول حاجة تقليل استخدام الشاشات والاجهزة الالكترونية. احاول شويه ان انا اقلل من استخدام الموبايل، ولو في حاجه مثلا اعرف اتفرج عليها على التلفزيون، فيديو على يوتيوب، او بدل القراءه من الموبايل هقرا من المصحف، ده ممكن يكون حاجه برضو تقلل من اجهاد العين. الحاجه التانية احاول ان انا اشرب ميه كفايه عشان جسمي يبقى هايدريتد ويبقى فيه ميه كتير. تالت حاجه احاول اخد اي قطره مرطبه عندي مره مرتين، وكذلك اغسل وشي وادخل ميه جوه عيني. الحاجة اللي بعد كده اللي هحاول اعملها ان شاء الله وهي كمادات المياه الدافية. كمادات المياه الدافية هجيب فوطة او منديل، احط عليهم مياه دافية او سخنة، واحطها على جفن العين بتاعي. ده هيقلل شوية، هيعمل ارتخاء، ريلاكسيشن للعضلة شوية، ويعني تقلل من التوتر بتاعها والرفة اللي بتحصل دي. اخر حاجة هقلل الشاي والقهوة، انا اصلا مش بشربهم، وللناس اللي بتشرب سجاير تحاول تقلل من السجاير. هنحاول على قدر الامكان ان احنا نستريح شويه، نحاول ان احنا نقلل الاسترس. انا عارف ان في حاجات بتكون غصب عننا او مش بايدينا، بس يعني اي حاجه تخلينا ان احنا هاديين نحاول ان احنا نعملها. اخر حاجه بقى انا هعملها، وانا هاخد فيتامين بي 12. وبي 12 بيعزز من كفاءه والشغل بتاع الاعصاب بتاعتنا. عندي حاجه اسمها ميثايل تكنو، ده مش اعلان، دي شرايط بتتحط تحت اللسان من فيتامين بي 12. شكرا للمتابعة، كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتساعدونا ان احنا نوصل ل 100,000 مشترك. كان معاكم دكتور محمد جودة، مع السلامة.